النهارده ان شاء الله هنعمل اسهل حاجه في نواعم العيد، هي الغريبه. اول حاجه نسمي الله ونصلي على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. الغريبه طبعا من الحاجات السهله جدا، بنقول عليها طبعا السهل الممتنع. السهل الممتنع عشان في ناس كتيره بتعملها وبتفشل معاها وبتسيح معاها في الفرن وبتفرد. النهارده هنعملها بمقادير مظبوطه. اول حاجه كده زي ما انتم شايفين معايا 600 جرام من السمنه، والسمنه لازم تكون ساقعه. حطينا 300 جرام من السكر، والسكر طبعا يكون مطحون وناعم. حطينا عليهم كده رشه من الملح، وبعد كده هننزل بكيلو من الدقيق، يعني 3 مقادير: كيلو دقيق، 600 جرام من السمنه، 300 جرام من السكر. خدنا كده كل حاجه على بعضها، ما فصلناش حاجه لوحدها. وهنضربها كويس كده في العجان. وما تخافيش كده وانت بتضربها في العجان، مش هتعمل معاكي عرق ولا حاجه، لان مفيش فيها اي سوائل خالص. بنضربها كده على واحد، على رقم واحد في العجان، لحد ما بتكون عامله معاكي زي الرمله المبلوله. وبعد كده بنزود الضرب، وبنفضل نضرب فيها من 5 ل7 دقايق. زي ما انتوا شايفين بالشكل كده بدأت تلم معانا. بعد كده هنضرب فيها كمان دقيقتين، هتبقى معاكي عامله زي العجينه اللي بتلزق فيها، تلزيقه خفيفه بس. يعني مش تلزيقه كتيره، تلزيقه خفيفه. شايفين بقى الشكل بتاعها عامل ازاي؟ طبعا هنا بقى ممكن تشتغلي بالكيس او تعملي تكوري بايديكي. دي حاجه ترجع لك انت. هو سهل ان انت تشتغلي بالكيس، هيبقى اسهل لك. حابه بقى تكورها بايدك هتكورها بايدك، لو هتشتغلي بالكيس اشتغلي على طول. هتكورها كده بايدك، دخلها التلاجة كده لمده 10 دقايق. انا اشتغلت فيها على طول، ما دخلتهاش التلاجة ولا حاجه. شايفين؟ ولا بتفلق ولا اي حاجه خالص. سويت وشها بالشكل ده كده، بوريكم ايديا ان هي ما لزقتش في ايدي ولا حاجه. بدأت أكور وأحطها في الصينية على طول. بس انت لو حسيت ان هي بتلزق في ايدك، دخلها التلاجة لمدة 10 دقايق أو ربع ساعة، هتشد معاكي بسرعة. هنبدأ بقى نكورها كده كور صغيرة، طبعا الحجم اللي انت عايزاه، وهنرصها كده في الصينية، والصينية ما تكونش مدهونة أي مادة دهنية خالص. هنا بقى ممكن تزيني ببندق، بلوز، بعين جمل. ممكن تحطي اللي هو اللولي بتاع الغريبة. أي حاجة حابة تزيني بقى الغريبة زيني بيها، ممكن تحطها سادة برضو مفيش مشكلة. انا كده جبت انصاص من البندق، يعني البندق كده بقسمه نصين، وبحط انصاص من البندق زي ما انتم شايفين بالشكل ده كده. وطبعا هكمل كل كمية الغريبة بنفس الطريقة. اي صينية بشكلها بدخلها الفرن على طول. مجرد ما بتتشكل بدخلها الفرن. بندخلها على درجة حرارة 160 على رف أوسط، بتقعد معانا 10 دقايق، ما تزوديش عن 10 دقايق. الغريبة ما بتاخدش لون، لو خدت لون معاكي هتشد وهتكون عاملة زي البسكوت. شايفين بعد ما خرجت من الفرن؟ شايفين شكلها عامل ازاي؟ ما بتبصمش، سيبها تبرد في الصينيه. مش هتبصم معاكي ولا اي حاجه. في ناس طبعا بتحط لها بياض بيضه، بس البياض البيضه بيشدها، بيخليها ناشفه زي البسكوت. لكن سيبها كده تنشف في الصينيه ساعه او ساعتين، مش هتبصم معاكي، بتكون دايبه وناعمه جدا. شايفين شكلها عامل ازاي؟ ما تخليش الغريبه تاخد معاكي لون عشان ما تنشفش في الفرن. وزي ما قلنا حطها على درجه حراره 160 رف اوسط، هتطلع معاكي. شايفين ما شاء الله؟ ولا فرشت ولا جرى فيها اي حاجه خالص. شايفين شكلها عامل ازاي؟ شايفين النعوميه بتاعتها؟ ما شاء الله. برضو الكيلو عمل معانا كميه كبيره. لو عجبتك الوصفه ما تنسيش تعملي لايك وشير وسبسكرايب، وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل الفيديوهات الجديده. رصيها بقى في طبق تقديم، في اي حاجه. ممكن تحفظها في علبه وتغطي عليها كويس، مش هيجرى لها اي حاجه برضو. شايفين شكلها عامل ازاي؟ ولا بتبصم ولا فيها اي حاجه. ان شاء الله تجربوها وربنا يحسن ما بين ايديكم.